عارف أو ممكن يكون وارثها، فطبعًا لازمًا يبيّن صفته كوارث، وهل هو المالك الوحيد للشقة والّا في ورثة تانيين مشتركين في الشقة دي. فطبعًا النُقط دي مهمة جدًا. وطبعًا محكمة النقد أكدت أن البائع لا يستطيع أن ينقل إلى المشتري إلا ما يملكه. ونيجي كمان لنقطة تانية مهمة جدًا، وهي إن الشقة ما تكونش عليها نزاعات. بمعنى إيه؟ بمعنى إن قبل الشراء لازمًا تسأل هل الشقة مرهونة أو في دعاوى قضائية متعلقة بيها أو في حجز أو نزع ملكية. وطبعًا ما تكتفيش بإنك أنت تسأل مالك الشقة بس، طبعًا لازمًا تسأل لو هي الشقة في اتحاد ملاك لازمًا تسأل اتحاد الملاك أو تسأل الجيران. فالسؤال قبل الشرا بينجدك من مشاكل كبيرة جدًا بعد الشراء. طيب أنت دلوقتي الحمد لله اتأكدت إن الشقة تمام، ما عليهاش نزاعات قانونية، وما فيش حاجة متصلة بالشقة تعكِّر صَفْو الشقة. دلوقتي هنوصل لحاجة مهمة جدًا، وهي لازمًا تحرّر عقد قانوني. طبعًا في كتير من الناس بتستسهل وبتروح تشتري عقد من المكتبة. طبعًا عقد المكتبة للأسف بيبقى فيه ثغرات قانونية وأوجه خلل كبير جدًا، فلازمًا يكون العقد مُحرّر على يد محامي متخصص، لإن النقطة دي مهمة جدًا وبتحافظ على حقوقك. لإن العقد المُحرّر عند محامي متخصص بيفيدك إنك أنت بيذكر كافة أوجه الالتزامات والحقوق الواقعة عليك والالتزامات الخاصة بالشخص البايع. فالنقط دي مهمة جدًا. طيب إحنا دلوقتي حرّرنا العقد الصحيح، إيه هي المرحلة اللي بعد كده؟ المرحلة اللي بعد كده وهو طريق من الاتنين.